بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها فصل 5 صحفيين عرب أو مسلمين من التلفزيون الحكومي الألماني. والسبب أو التهمة أنه احتمال أو مشتبه أن يكون انتقدوا إسرائيل. يعني بعضهم لم ينتقد إسرائيل أصلا، يعني مثلا رئيس القسم العربي هذا لم يقل أي شيء، لم يذكر إسرائيل نهائيا، لكن طردوه أو فصلوه وقالوا لأنه بعض مرؤوسيك اتضح أنهم في سنوات سابقة قبل قدومهم لألمانيا أو عملهم في التلفزيون الألماني كانوا نشروا قصص صحفية عن جرائم جنود الجيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة أو في القدس. حتى يعني بنت منهم اللي هي هذه كانت محجبة وخلعت حجابها عندما ذهبت إلى ألمانيا، ورغم ذلك لم يقبلوا منها هذا ولم يشفع لها هذا وطردوها. تعالوا نبدأ ونرى هؤلاء هم الصحفيين الخمسة هنا في وكالة الأناضول. الأورو متوسطي ده مركز حقوق إنسان ينتقد فصل قناة دوتشي فيله اللي هي التلفزيون الألماني 5 صحفيين عرب. الصحفيين الخمسة هم مدير المكتب اسمه بسلريدي، وواحد اسمها فرح مرقة، واحد مرهف محمود، مرام سالم، واحد اسمه داود إبراهيم، على خلفية تغريدات قديمة لهم ينتقدون فيها إسرائيل ويهاجمونها، واعتبرتها القناة معادية للسامية. هنا حساب الصحفية مرام سالم التي فصلت من التلفزيون، وهي لم تنتقد إسرائيل ولا لها أي علاقة خالص ولا لها علاقة بالسياسة، هي فلسطينية، ولكن كتبت تدوينة قالت فيها أنه لا يوجد حرية تعبير في أوروبا. يعني هي بتنتقد أوروبا لم تنتقد إسرائيل. تقول: لقد تم إعلامي الآن بقرار فصل من الدويتش فيله التلفزيون الألماني، وذلك عقب نشر صحفي ألماني تقريرا يتهمني مع زملاء آخرين بمعاداة السامية وإسرائيل، وذلك بسبب بوستات أو تغريدات منشورة عبر الفيسبوك. وفي حالتي فإن البوست أو التغريدة الخاصة بي لم يكن يحتوي على أي تعبير معادي للسامية، ولم يذكر اسم إسرائيل أصلا، بل تحدث عن حرية التعبير في أوروبا فقط. تضيف: النص الذي كتبته هو حرية التعبير وإبداء الرأي في أوروبا وهم. خطوط حمر كثيرة تقابلنا إن قررنا الحديث عن القضية. طبعا نلاحظ أن كلمة القضية وضعت نقطة في المنتصف، يعني وهي لم تقل أي قضية، تقصد القضية الفلسطينية. التشفير الذي نقوم به بالعادة لا يعني لما يحطوا الحروف ناقصة يعني لا يهدف لإخفاء البوستات من الفيسبوك حتى لحذف الفيسبوك، بل لمنع الترجمة التلقائية من كشف معاني كلماتنا للمراقبين. يعني المراقب الألماني أو كذا بيدخل بقى يتابعهم المخابرات الألمانية، الوحدة الألمانية، فترجم للعربي، تعمل ترجمة من العربي للألماني، الترجمة الأوتوماتيكية يعني، فبيضعوا نقطة يقوم يعجز عن يفهم الموضوع يعني. أو المناديب اللي هم العرب الذين يقدمون شكاوى ضدهم ممن هم على أهبة الاستعداد لإرسال طلب بفصلنا أو ترحيلنا. تضيف: هل يعقل أن تقوم وسيلة إعلامية تنادي بالحريات أن تفصل موظفة لديها لأنها انتقدت حرية التعبير في أوروبا؟ مع التأكيد أن إجراءات التحقيق لم تكن حيادية. تم تعيين إسرائيلي في لجنة التحقيق الخارجية، والأسئلة كانت بمجملها عنصرية، فوجدت نفسي في مرمى الاتهام لمجرد كوني فلسطينية. هم بقى بتطرح نموذج من الأسئلة الأمنية التي يعني سؤال مضحك. يقول: كيف تنتقدي حرية التعبير في أوروبا؟ أنت في دوتشي فيله تنكر أن في حرية تعبير، إذن أنت مفصولة. تقول: طرحوا علي سؤال فوجئت به حقا، إذ لا يتم طرح عادة إلا من جسم أمني يعمل لدولة قمعية. كيف تكتبين أنه لا يوجد حريات وأنت تعملين لدى التلفزيون الألماني
وهذا السؤال يشبه سؤال رجال المخابرات في بلادنا: كيف تجرؤ أن تتحدث عن انعدام الحريات في البلاد؟ يعني هي ترجمة السؤال الألماني. طبعا ما فيش حرية في ألمانيا ولا الكلام ده. هي في حرية إيه؟ اشتم الوزير، الحكومة سرقت، البتاع كذا. لكن دايما الدولة العميقة هي مقدسة. وأي حكومة في العالم أو أي دولة في العالم فيها مقدسات. يعني احنا مسلمين عندنا الله مقدس، القرآن مقدس، الرسول مقدس. هي ألمانيا عندها إسرائيل هي المقدس بتاعها. أنت إذا ذهبت إلى ألمانيا ممكن تشتم ربنا والعياذ بالله، وتشتم الإسلام مفيش مشكلة، والقرآن، وتشتم رئيس الجمهورية عندهم. لكن إسرائيل هذه هي المقدس. هنا الصحفية الثانية هي اسمها فرح مرك. وطبعا نلاحظ هي كتبت هذه التدوين عن فصلها، ونلاحظها ان هي كتبتها باللغة الإنجليزية. يعني هي بتتوجه للرأي العام الألماني وليس المسلمين يعني أو العرب، يعني مش مهتمة بهم. وهي حتى كاتبة باسمها بالحروف اللاتينية، يعني حتى لم تكن اسمها بالعربي وبالحروف اللاتينية. نحن لم نشاهد أي ألماني بيكتب اسمه بالحروف الألمانية والحروف العربية، ولا أي فرنسي ولا أمريكي ولا روسي. فقط الناس اللي عندنا اللي هم عندهم إحساس بالنقص فقط. طيب الأخت بقى فرح هي كتبت عن هذا دي الترجمة، بتقول: لقد تم اختاري للتو دون مزيد من التوضيحات بأنني سأتلقى إشعارا بإنهاء عملي من التلفزيون الألماني بأثر فوري. لم يتم اختاري بالأسباب، ولم يتم تسليمي التقرير الذي تؤسس عليه هذه الادعاءات. وهي فرح هي صحفية فلسطينية هجرت للأردن، أستاذ هجرت للأردن ومعها الجنسية الأردنية. المهم الأخت فرح أصلا هي مسلمة وهي محجبة. لما سافرت ألمانيا انبهرت بحضارة الأوروبيين والألمان وكذا، وقررت أن تخلع الحجاب. مفروض بقى ان هم يعني يرضون عنها، لكنهم رفضوا. فهي هنا بتتكلم انه لن استخدم حجابي. فقالت ان زملائها العرب في التلفزيون الالماني قالوا لها في التحقيق قولي لهم اصبحت انسانة جديدة، لقد يعني كفرت بالحجاب وانه فريضة اسلامية وكذا، وانا الان يعني افتحوا معي صفحة جديدة. الا تنسون لا ننسى ماضيك. طبعا هي مشكلتها كبيرة، وهي كانت بتعمل في قنوات أردنية، فكانت بتغطي الحروب الإسرائيلية على غزة. فأتوا لها بقى بكل ما هي نشرته، وقالت لها هذا يمثل اعتداء على السامية. قلت لهم ولكن هذا قبل أن يأتي لألمانيا، يعني المفروض الإسلام يجوب ما قبله. المفروض أنا آمنت بكم بأوروبياتكم هذه أو بأوروبا هذه، يعني العلمانية هذه تجوب ما قبلها. لا لا لا، كان عندكم في الإسلام في التوبة وغفران الذنوب، ففي أوروبا لا يوجد لا توبة ولا غفران ذنوب. هم من ضمن الأمور اللي حقوا فيها قالوا لها أنت احتمال تكوني دخلت داعش أو منضمة لداعش. تخيل بقى، طبعا أمر مضحك يعني. فهي بتقول إنه عملوا لنا فيلم في سينما ألمانية يعني خاصة بالتلفزيون الألماني، وعرضوا فيلم عن الأردن بلدها. فالفيلم كله يدور حول شخص متطرف، وإن الأردن دي كلها متطرفين وإرهابيون وناس مجرمة يعني. فهي يعني ثارت وقالت أنتم تشوهون صورة بلدي، احنا شعب محترم وشعب جميل وشعب مسلم وشعب ما عندناش الكلام اللي انتم بتتكلموا عنه هذا. فكان هذا من ضمن التحقيق، كيف تدافع عن بلدك؟ فهي تقول التحقيق شمل الأردن أيضا. ففي اليوم التالي عرضوا علينا فيلم اسمه فيلم أردني. شاهدنا فيلما يدور حول شخص متطرف في الزرقاء، مدينة الزرقاء. أظهر لنا الأردن كدولة إرهابية. شعرت بالغضب الشديد، بدأت أتساءل عن الأحكام الألمانية أو يعني المعتقدات الألمانية عن بلدنا. اثنين من الزملاء الألمان الذين زاروا الأردن بالفعل يعني خجلوا أو ارتبكوا. وأخبر المنظمون الجمهور أن ألمانيا كانت تقدم الأموال للأردن لمواجهة المجتمع المتطرف الهائل. أنت لو رحت الأردن دول هياكلوك، يعني الأردن ده شعب كريم جدا وقبائل على فكرة، يعني ناس عندها أخلاق عالية جدا يعني. تقول اعترضت وقفت وقلت إن الفيلم لا يشبه الأردن، بلدي أكثر بكثير من مجرد مافيا متطرفة. وبعض زملائي الألمان أيدوني في ذلك. طبعا حصل تحقيق معها بسبب هذا الموضوع يعني.
من الأمور الطريفة إن هم سألوها هل أنت مؤيدة لداعش أم لا؟ فإيه السبب؟ وهي صحفية في الأردن في القنوات التلفزيونية الأردنية شتمت وسبت داعش في التغطيات. فرغم إن هي بتسب وبتشتم في داعش، فهي بتقول طالما إنك ذكرت داعش، حتى قلت داعش ولاد كلب، داعش مجرمين، داعش كذا، فأنت أصبحت مشتبه به مجرد ما نطقت اسم داعش، حتى لو أنت قلت داعش كفار واقتلوه. فهي بتقول أتوا بكل ما نشرته أنا عن داعش ضد داعش أصلا، وأن داعش مجرمة وكذا. ولا والله احنا بقى متشككين في أمرك. أيضا هذا رئيس القسم العربي فصلوه، وده غير معادي للسامية ولا شيء، إنما قالوا له في ناس اللي تحتك كانوا معادين للسامية، وأصلا العرب ساميين يعني فإزاي إحنا معادين للسامية؟ إنما أي كلام في أي كلام. طيب، فهو كتب لطالما كانت تهمة العداء للسامية تهمة فضفاضة تحتاج لتوضيح وتفسير، خصوصا عندما يتم استخدامها ضد الساميين اللي هم العرب أنفسهم يعني. اليوم أصبحت الترجمة أكثر وضوحا. تهمة معاداة السامية هي تهمة معاداة إسرائيل، وهي تهمة يتم العمل على تصديرها للرأي العام العربي. هنا طبعا بعض المواقع نشرت عن أن التلفزيون الألماني هو مجرد دبابة إسرائيلية وبيقصف أو بيعتدي على الأطفال الفلسطينيين ولا يوجد حرية رأي ولا تعبير. هنا بيان التلفزيون الألماني وقال إن احنا قررنا التحقيق في هذا الموضوع. طبعا ده الكلام ده من شهر ديسمبر الماضي. فقالوا انه تحقيق في اتهامات بمعاداة السامية، وتم توقيف موظفين عن العمل. يعني رفضوا يقولوا صحفيين، يعني بيحقروا منهم يعني. وبعدين قالوا ان احنا لم نجد معاداة للسامية ممنهجة الى اخره. طيب، في تقرير التلفزيون الالماني فضيحة لألمانيا كدولة. قالوا نحن استعنا بموظفين اجانب كي يجروا هذا التحقيق مع الموظفين الألمان كي نتأكد من حيادية التحقيق. ليه؟ والشعب الألماني بتاعك كله لا تثق فيه؟ يعني أنت عندك هات ألمان يهود، يعني عندك يهود ألمان هاتهم يحققوا، والحلقة لأن دولة ذات سيادة. إنما أتى بمحقق إسرائيلي يحمل الجنسية الإسرائيلية يحقق داخل الأرض الألمانية، وهذا عار. يعني كل 80 مليون ألماني لا يوجد فيهم لجنة من 5 مؤهلين يكون عندهم حيادية ونزاهة؟ وانت المحاكم الألمانية بتدخلها بتجد قضاء أجانب مثلا؟ انظروا يعني مدى ان الدولة في حالة، الدولة الألمانية بتتعرض إلى الإذلال. المهم بقى هنا الست وزيرة الخارجية اسمها بيربولك تدعو من إسرائيل لمكافحة حازمة للسامية. كانت في إسرائيل وانتقدت إسرائيل، قالت حبوب الشجاعة. فلما قرأت أنت يا إسرائيل غلطانة، كيف لا تحاربين السامية بأكثر قوة؟ يعني مثلا كان المفروض الصحفيين دول نسجنهم، لا يكفي الفصل. انظر حاجة، يعني أنت تشعر أنها إسرائيلية أكثر من الإسرائيليين. طيب، هي ما مشكلة ألمانيا تحديدا؟ يعني هذا يحدث في ألمانيا أكثر ما يحدث في بريطانيا، وأكثر ما يحدث في أمريكا وفي كندا وفي استراليا ونيوزيلندا. الحكومة الألمانية إسرائيلية أكثر من الإسرائيل نفسها. السبب في هذا يتعلق بالديانة الكاثوليكية، المسيحية الكاثوليكية. ألمانيا هي دولة تاريخيا مسيحية كاثوليكية، وهتلر كاثوليكي. والديانة الكاثوليكية تقوم على أن اليهود هم قتلة المسيح، ويجب الثأر من اليهود. حاجة تشبه الشيعة، خلي بالكم أنه الفكرة الشيعية هي مأخوذة، أو العقيدة الشيعية مأخوذة من هنا. فالجماعة العقيدة المسيحية الكاثوليكية تؤمن بتوريث الذنب، إنه بما إنه اليهود من 2000 سنة، وطبعا اليهود اللي كانوا في فلسطين، هؤلاء كانوا ضد المسيح وحاولوا صلبه وفقا لعقيدتهم إنهم قتلوا المسيح. فالعقيدة الكاثوليكية تقول إذن اليهود دول كلهم يجب الانتقام منهم والثأر منهم. وهم فعلا المسيحيين الكاثوليك في أوروبا ارتكبوا مذابح كثيرة بحق اليهود يعني طوال تاريخهم. يعني هذه العقيدة الكاثوليكية. اليهود لم يستطيعوا أن يشعروا بحرية في أوروبا إلا بعد هزيمة المسيحية الكاثوليكية. طيب، الكاثوليك الألمان تحديدا، الألمان شعب محارب، أقاموا 3 إمبراطوريات كاثوليكية وكانت كلها ضد اليهود. فهنجد هنا الإمبراطورية الرومانية المقدسة، دي أقامها الألمان،
ودي امبراطورية مسيحية كانت بتضم ألمانيا، تشيك، النمسا، سلوفينيا، كرواتيا، إيطاليا، سويسرا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، البرتغال. أحيانا طبعا ضمت هذه الجزر، أحيانا ضمت البوسنة، أحيانا ضمت سلوفاكيا. يعني هذه حدود متغيرة لأن استمرت مئات السنين يعني. فالإمبراطور مسيحي كاثوليكي. فهؤلاء طبعا كان ضد اليهود وارتكبوا قتل كثير جدا في حق اليهود، وهؤلاء هم الذين سيروا الحملات الصليبية، بس فرنسا كانت معاهم يعني. المهم هذه الإمبراطورية الرومانية المقدسة هدمها نابليون بونابرت الفرنسي، نابليون علماني، فهدم هذه الإمبراطورية. فالألمان أنشأوا الإمبراطورية الثانية اسمها الريخ الثاني. يعني احنا عندنا هذه الريخ الأول، ريخ يعني الإمبراطورية، كلمة ألمانية معناها إمبراطورية. أسسوا الريخ الثاني، الريخ الثاني اللي هو دولة اسمها بروسيا. فبروسيا 1871 ده الاسم اللي كان مستخدم في ذلك الوقت. هو بيشمل كما تشاهدون ألمانيا الحالية وبولندا وهذا الجيب ده الآن طبعا روسيا بتحتله يا جماعة. المهم في الحرب العالمية الأولى هزمت ألمانيا، وهتلر كان جندي في الحرب العالمية الأولى في الجيش الألماني، واتهم اليهود إن هم السبب وراء الهزيمة، وقال إن هم كانوا وراء التنظيمات الشيوعية وعملوا إضرابات في المصانع، فالجيش الألماني جاء على الجبهة إلى آخره. المهم هتلر وأنا لقيت اليوتيوب بيسمح بهذا الكتاب، يعني كتاب كفاح هتلر موجود على اليوتيوب يعني. المهم هتلر كان كاثوليكي، فهتلر قرر يحيي هذه الإمبراطورية، الريخ الثالث أو الإمبراطورية الثالثة، يعني المسيحية الثالثة. زي تجد هتلر علم الصليب المعكوف يعني. طبعا هتلر لم يكن متدين، بس أي أمة محتاجة دين ولغة، وممكن يضيفوا لها عرق في حالة هتلر يعني. فهنا دي ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وطبعا هنجد انه عمل امبراطوريه كبيره بتشمل المانيا، بلجيكا، هولندا، فرنسا، ايطاليا طبعا يعني كانت معاه، النمسا، وسط اوروبا يا جماعه، بولندا، دول البلطيق، عندك هنا النرويج، البلقان، كرواتيا، صربيا، اليونان، وحتى نزل طبعا خد اوكرانيا وكل هذا. عمل هتلر عمل امبراطوريه كبيره. طبعا مين اللي اعترض على هذا؟ الامريكان. لماذا؟ لأن الأمريكان عايزين هم اللي يعملوا، يعني هتصبح دي أوروبا إمبراطورية ألمانية ضد المصلحة الأمريكية. فأمريكا دخلت ضربت الألمان، والإنجليز عندهم الإمبراطورية بتاعتهم فدخلوا ضربوا الألمان، والفرنسيين عندهم إمبراطورياتهم ولكن ضعيفة فالألمان ضربوهم يعني. طيب اليهود يخشون من أن تحيا أو يجري إحياء، أن تنبعث هذه الإمبراطورية من تحت الرماد وتبدأ من جديد في قتل اليهود. ولذلك هتجد أن القوانين معاداة السامية بتصدر في الدول المسيحية ولا تصدر في الدول الإسلامية، رغم أن احنا دولنا الإسلامية كلها بتدار من إسرائيل يعني. فإسرائيل تستطيع بتليفون لسكرتير أي حاكم عربي يعني تقول له طلع يا ولد قانون مكافحة السامية عندك. لكن لا، احنا عندنا يعني حتى بيسمحوا يعني يقول لك اتفضل اشتم في إسرائيل، لأنه المسلمين لم يقتلوا في اليهود في التاريخ. يعني هو المسلم ممكن يبقى له تصريحات ضدهم معاهم كلام من هذا القبيل، لكن ما فيش في التاريخ الإسلامي قتل اليهود. يعني اليهود عاشوا في القاهرة وعاشوا في المغرب وعاشوا في الأندلس وعاشوا في كذا، فيعني وكانوا تجار وكانوا أغنياء وأثرياء، فالمسألة مش مهمة. بالإضافة طبعا أنه إسرائيل عندنا بيجري تقديمها على العدو للتضليل أو خطر للتضليل. يعني أنت مثلا مين الخطر علينا؟ إيران، فيقول لك لا الخطر إسرائيل. مين الخطر؟ روسيا، فيقول لك لا الخطر إسرائيل. فهو بيعمي بصرك عن الخطر الروسي أو الخطر الإيراني أو الخطر الصيني أو غيره. فإسرائيل هي مرتضية لنفسها أن هي تصبح الكيس الرمل اللي الناس تفرغ فيه غضبها. لكن في حالة أوروبا هتلاقي المعاملة مختلفة تماما كما نشاهد. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب عن الحروب الصليبية اللي احتلت فلسطين، وهتجد أن الحملات الصليبية وهي قادمة من أوروبا كل ما تجد يهود في طريقها تقوم بقتلهم. يعني كانوا بيقتلوا اليهود ويقتلوا المسلمين مع بعض يعني. وأيضا كانوا بيقتلوا المسيحيين اللي ضدهم في المذهب، يعني كله يقتل. المهم أرجو الاستماع لهذا الكتاب، وهذا الكتاب ده كتاب مؤلفه أوروبي، مؤرخ أوروبي مسيحي يعني، فأرجو الاستماع ليه أحسن ما كتب في الحروب الصليبية. وهنا فهرس بفيديوهاتي أرجو مشاهدتها
رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر أسفل الفيديو. هنا قائمة الفيديوهات الوثائقية والتاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأهمية في مجال التاريخ، وأرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.